المعارضة تتهم الشيخ أحمد بأنه له مثل تنازلات عن طريق الحدود البحرية، وأيضا تعاون مع أثيوبيا، وأيضا أنه يتعاون من خلال الحكومة من الناس، يعني الأناس الذين هم تجار العصابات السابقين الذين يبيعون المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الجيش أو القادة الذين يأخذون رواتبهم من أثيوبيا. هذه اتهامات المعارضة. اتهامات الحكومة إلى المعارضة بأنهم أناس مسيسين وأنهم لهم علاقة مع القاعدة. لماذا لا يكون هناك ضيفكم وأيضا جميع الضيوف خاصة العلماء أن يتبنى لجنة تقصي حقائق؟ هذه التقصي الحقائق نثبت هل هناك تنازل مثلا عن أرض السودان؟ يعني أنت تظن أن المشكلة هي في غياب لحقائق تدعو إلى تقصي؟ نعم هناك، يعني عفوا بس كلمة، هي فقط أن نكون هناك محايدين. هؤلاء الناس يأخذون اتهامات كل طرف ويبحثون، ويكون هناك تعهد من قبل الأنظمة، من المؤتمر العربي أو المؤتمر الإسلامي، يتعهد كل طرف. إذا كانت الاتهامات صحيحة فإذا هو المخطئ، وبعد ذلك يعني يكون هناك تعهدات بأن يتنازل للطرف الآخر. أما إذا كان هناك هذا يتحدث وهذا يتحدث ولا يوجد أي دليل، والإعلام هناك إعلام ينصر فلان أو إعلام ينصر فلان، فهذا يؤجج المشكلة والضحية والمواطن الصومالي. شكرا لك يا طلال، شكرا جزيلا لك. نتمنى أن يكون حل الأمر بهذه البساطة التي صورتها. سنستمع لرأي ضيفنا عن الجزء القابل للتحقق فيما ذكرت. بقي معي من الأردن صلاح صادق. تفضل يا صلاح. سؤالي للضيف الكريم، أولا لماذا لا يجلس الفريقان إلى كلمة سواء؟ أولا إخراج القوات الأجنبية من الصومال، ثانيا قطع العلاقات مع الدول الاستعمارية والطامعة كأمريكا وإثيوبيا وغيرها، رابعا تحكيم الإسلام الذي هو مطلب أهل الصومال جميعا. وشكرا لضيف. شكرا لك صلاح. من الكويت مرة أخرى معي نايف سعيد. تفضل يا نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. حقيقة يعني أنا أرى الحق ينصب على الصومال لما انضمت الدول العربية من أفريقيا، من الدول المجاورة، وخاصة أثيوبيا، واليهود بالسفارة الإسرائيلية، اليهود في أثيوبيا، حقدهم وسهولة الانقلاب، يتحقق الانقلاب بسهولة في الصومال وفي أفريقيا. يعني نايف أنا أحاول أن أصل إلى ما تريد الوصول إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لك يا نايف. أعود من جديد إلى ضيفنا من لندن. سيدي، استمعت إلى تداخلات وتساؤلات المشاهدين، ولنبدأ بالسؤال الذي تحدث أو تساءل عن كيف يمكن أن تلتقي مصالح كل من إثيوبيا، كل من القاعدة وإريتريا كما ذكرت أو بدأ من كلامك في البداية. نشكر على جميع الأسئلة وجميع الآراء التي تتحدث عن قضية الصومال، وهذا يدلنا على اهتمام العالم العربي والعالم الإسلامي لشأن الصومال، فنشكر على الجميع. صراحة هؤلاء يتكلمون عن وضع عادي أو عن قضية عادية، ولكن قضية الصومال قضية شاذة، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. بمعنى؟ هذا يعني الشاذ. قضية الصومال قضية انهيار شعب، ليس انهيار دولة. الشعب الصومالي قد انهار منذ عام 1991 وحتى هذا انهيار شعب. المؤسسات الحكومية انتهت، الجامعات انتهت، الخدمات الاجتماعية انتهت، فقضية الصومال قضية يعني شاذة. بالنسبة لإجابة على سؤالي كيف تلتقي مصالح أريتريا ومصالح القاعدة وكيف ذلك، هناك مثل عربي يقول عدو عدوك صديقك، حتى إذا كنت تخالف في الرأي، لكن القضية الأساسية أنه عدوك. فأريتريا والقاعدة يجتمعان في نقطة واحدة، وهي أن أريتريا تريد أن تشغل إثيوبيا وأن تجعل الصومال يعني درعا لها
والقاعدة وكلنا نعرف أنها تريد تدمير العالم، أنها وجدت فرصة لهذا المدخل. يعني قبل أن نسترسل في هذه النقطة دكتور سعيد، اسمح لي أن أسألك، أنت لست سياسيا. نعم. أنت كما يتبدى من ألقابك باحث رئيس هيئة علماء، من المفترض أنك تكون قد بنيت هذا الكلام وهذه الاتهامات الواضحة التي توجهها على معلومات لديك. هل لك أن تشركنا في مصادر معلوماتك حتى يمكن للجميع أن يقيمها؟ أولا نعم عندي باع طويل في السياسة، ولا هناك فرق بين العالم وبين السياسي. يعني يا سيدي فالعالم لابد أن يكون سياسيا، محسوبا على فريق بعينه أو متحدثا بلسانه. لا طبعا أنا لا أريد أولا مستقلة بدأت بتعريفها بأنها مهتمة بجمع المعلومات. لا أنا لا نطلع على المعلومات التي لديك. شكرا. نعم أنا لا أريد أن أدافع يعني شخصا معين أو حكومة أو هيئة. أنا أريد أن أتكلم عن الواقع، أدافع الحق، وحينما أريد أن أدافع الحق لابد أن أقول الحقيقة. وعلي بن أبي طالب قديما قال: قول الحق أفقدني الصديق. حينما أريد أن أكون عادلا لابد أن أكون هذا مخطئ وهذا مصيب. جميل يا سيدي، لكن سألتك ببساطة أن تشركنا في مصدر معلوماتك. هل هناك معلومات معينة بنيت عليها هذا التحليل؟ نعم نحن تقصينا الحقائق وذهبنا إلى الصومال، وعندنا أعضاء تشتغل في الصومال، وحاولنا الجانبين. فالجانب الحكومي الذي يرأسه الشيخ شريف جانب مستعد للمصالحة ويريد أن يتحاكم بالشرع. إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، مستعد أن يكون مع الشريعة ومع القوانين العالمية. ولكن الطرف الآخر يرفضون كل المصالحات. هل يعني ذلك أنكم فتحتم قنوات، أنكم أنتم كهيئة حاولتم التواصل مع بعض الأطراف وكانت هذه ردود أفعال؟ نعم يعني عملنا قنوات واتصلنا بالفريقين. الفريق الحكومي مستعد للمفاوضة، أن يجلس مع الآخر وأن يستمع إليه وأن يحلل المشاكل. هؤلاء طلبوا قبل كل شيء أن يكون الشريعة الإسلامي التبني بالشريعة الإسلامية، والحكومة الصومالية تبنت بالشريعة الإسلامية. يعني عفوا سيدي، وأرجو أن توسع صدرك، أنا لا أقصد إلى التشكيك فيما تقوله، لكن أريد أن أضع المعلومات في سياقها. أنت ذكرت كلام يبدو كما لو كان معلومات، وأنا أريد التأكد منه. قلت أنكم تواصلتم مع هؤلاء وهؤلاء. من حقك. لماذا لم نسمع من قبل عن دور هذه الهيئة التي تمثلونها، عن أي مفاوضات كانت طرفا فيها؟ من الذي التقيتموه وعلى أي أساس بنيتم هذه المواقف حتى لا يصبح الأمر مجرد تحليل أو رأي مرسل؟ لا ليس تحليلا. نحن نتصل على القنوات. في قناة صومالية يعني عالمية اسمها يونيفرسال تي في. هذه القناة نبث فيها من برامجنا، وعملنا بيانات طويلة لأن الشعب الصومالي أغلبهم لا يجيدون اللغة العربية، لهذا الأساس كنا نتكلم بلغتهم وباللغة الصومالية. ففتحنا قنوات كثيرة، فالشعب الصومالي يعرف ذلك.